طبعا جاوبت على حكايه ان الرئيس مش هيترشح عشان يكون رئيس سابق. الرئيس كده ولا كده هيبقى رئيس سابق. بيقول لك الرئيس كده ولا كده هيكون رئيس سابق اصلا باقرب الاجلين. باقرب الاجلين، ركز في الكلام، باقرب الاجلين ولمصلحه الدوله المصريه. باقرب الاجلين يعني هيخسر يا هيموت. ولمصلحته الشخصيه. لمصلحته الشخصيه انه يبقى رئيس سابق في الانتخابات. اللي انت تبقى رئيس سابق، يعني خلي بالك انت عشان مصلحتك الشخصيه اخسر بقى واخلع، عشان ايه؟ لازم تبقى رئيس سابق. اللي جايه فاهمني؟ انا اعتقد ان دي الحاجه الوحيده باينه يبقى رئيس بص سابق. باقرب الاجلين، اسمع بس هخش لك باقرب الاجلين. ايوه. ولمصلحه الدوله المصريه ولمصلحته الشخصيه. لمصلحته انه يبقى رئيس سابق في الانتخابات اللي جايه. لمصلحتك الشخصيه يا سيسي ابو محمود، اللي انت تبقى رئيس سابق، واحنا عارفينك بتخاف، فخاف يا ابو محمود. ده لازم يتقبض عليه ويتحقق معاه. ليه؟ مش عشان هدد رئيس الجمهورية بالموت، لا، عشان ده عنده معلومة استخباراتية قالت له ان الرئيس لو ما خسرش هيتم اغتياله. ازاي؟ عشان ده راح لبنان قعد فيها 9 شهور، ولما قلنا له انت قعدت ليه في لبنان 9 شهور قال لك علشان انا كنت رايح لندن اعمل ماجستير، فلقيت تكلفة الحياة في لندن غالية، فاضطريت ان انا اروح لبنان. وفي لندن كانت الدراسة سنة بس، لما رحت لبنان لقيتها الماجستير 2 فما نفعش، فقعدت في لبنان 9 شهور عشان تكلفة ال9 شهور في لبنان أرخص من تكلفة المعيشة 9 شهور في مصر. ده كان بيتم تدريبه في لبنان، وده اللي أنا طلعت قلتهولك أول ما قال أنا راجع مصر. ده اللي طالع بيهدد رئيس الجمهورية يا جماعة لازم يتم التحقيق معاه. هو أقل من إن هو يهدد، بس ده عنده معلومة استخباراتية بتقول له الرئيس لو ما خسرش الانتخابات هيتقتل. الرئيس كده ولا كده هيبقى رئيس سابق. الرئيس كده ولا كده هيبقى رئيس سابق اصلا. اسمع انا هقول باقرب الاجلين. ولمصلحه الدوله المصريه ولمصلحته الشخصيه. ولمصلحته الشخصيه انه يبقى رئيس سابق. النهارده ايمن نور طلع وقال ان هو قابل طنطاوي في لبنان، فكده احنا عندنا استغفر الله العظيم يا رب، كده احنا عندنا طنطاوي سافر لبنان عشان يدرس والحياه رخيصه في لبنان، وايمن نور سافر لبنان عشان ياخد حمام شمس، نديله اي سبب بقى عشان حمام الشمس في لندن غالي مثلا. اسمع اقلب لك الشاشه، اسمع ايمن نور. يعني انا مش عارف ايه الغريب ان التقي بنائب سابق، وانا نائب سابق ومرشح محتمل لانتخابات رئاسه مثلا، وانا كنت مرشح لانتخابات الرئاسه مثلا. انا فعلا كنت في لبنان والتقيت بالزميل احمد طنطاوي. انا كنت في لبنان والتقيت بالزميل احمد طنطاوي. طيب، وده اللي انا قلته لك، وده اللي ناس كتير محترمه بتقوله لك. احمد طنطاوي تم تدريبه في لبنان، التقى بايمن نور عميل المخابرات البريطانيه، وايمن نور شبه حمام محرم بيه، اي مخابرات بتخش تشوف اي مخابرات بتخش كده عليه عادي، مفيش مشكله، واخد بالك؟ فاعتراف رسمي من ايمن نور. خلينا اجيب لك الشاشه عشان نتجنب طبعا كل اللجان هتخش تقول لك كل الدعم طنطاوي، كل الاكونتات فيك. اسمع. لبنان والتقيت بالزميل احمد طنطاوي وانا بحترمه. التقيت بالزميل احمد طنطاوي وانا بحترمه. اعمل بس قلب، اعمل قلب بس عشان ايه؟ تعرفوا مين اللي نازل انتخابات. ده كل واحد يعمل له توكيل لازم نعرف مين اللي دفع له فلوس عشان يروح يعمل توكيل. ده الشغل كده استخباراتي بحت. طبعا الكلام اللي انا بقوله لك انت هتستغربه. ليه؟ لان
ضابط المخابرات لما بيلعب مع ضابط مخابرات، الاتنين دول بيبقى عقولهم كبيرة، فالاتنين دول بيفهموا بعض. انما لما ضابط مخابرات بيوجه كلام للشعب من بره، هو بيحرك الدنيا ضد الشعب، فالشعب بيقول لك لا، ما اكيد دي مش مؤامره، يعني اكيد الدنيا ماشيه تمام، واكيد دي مش مؤامره. ما انت لو ما قلتش كده يبقى ضابط المخابرات المعادي فاشل في مهمته. اعمل قلب بس عشان الكلام يبقى بالحب، اسمع مني. يبقى هو فشل في مهمته، ما انت تبقى مواطن عادي وتكشفه، ما ينفعش. انتوا لو تعرفوا كمية التعابين اللي حواليكوا، هتفوجئوا. طنطاوي علانية يا مصر، يا مصريين، علانية متواطئ مع الإخوان مش بتكلم على الإخوان العيال الصغيرة اللي في مصر، اللي هي بيروح يساعد الست الكبيرة، ويروح يساعد معرفش مين في الأكل والشرب، ويروح معرفش إيه. دول ما يعرفوش حاجة، العيال صغيرة اللي عنده 20 سنة و21 سنة، فما بيسمع الكلام اللي أنا بقوله ده يقول أنا عميل. يا عم إحنا مش بنكلمك أنت، في قيادة، أنت ده دورك وبينتهي هنا وأنت غلبان، وواحدة واحدة هتعرف الحياة. احنا بنتكلم على القيادات. اعمل بس قلب عشان الدنيا تبقى حلوه ما بيننا. فالقيادات المتواطئه مع اجهزه المخابرات الاجنبيه والمخابرات البريطانيه، تمام، علانيه ايمن نور قابل طنطاوي. فانت تبقى عارف مين اللي عايز يرشح نفسه ده، ومين اللي بيدعمه، وهياخدك لايه اللي انتوا اتفرمتوا فيه والاحداث اللي اتفرمتوا فيها. طنطاوي يعتبر، الولا طنطا يعتبر ده البوابة الحالية لأجهزة المخابرات الأجنبية اللي يقدروا يركبوه ثم يخترقوا الشعب المصري. ما عندهمش غيره دلوقتي، ده الأمل الأخير بتاعهم في الفترة الحالية. يعني الثورات اللي حاولوا يعملوها والتشويه والاشاعات، وحاولوا يقدروا السلم العام ويهيجوا الناس وكل الكلام ده فشلوا فيه. ما عندهمش غير الولا طنطا اللي هو راح لبنان ومعرفش شافوا فيه ايه. الولا السهتان خالص على نفسه، علموه تدريبات لغه جسد، اخدوه في فيلا. ايمن نور راح قابله، اتعرض لتدريبات، عمل حجه قال لك اصل انا كنت رايح لبنان ادرس، فاكتشفت ان الدراسه سنتين فما نفعش. طب ما كنت ترجع على طول؟ قال لك لا، ما انا قعدت 9 شهور. طب قعدت 9 شهور تعمل ايه؟ لا، ما اصل ال9 شهور ارخص من ال9 شهور في مصر. طب ال9 شهور خلصوا ورجعت مصر، ايه مش هترجع تاني ارخص؟ دي حجه كده انا بقولها للناس. يا جماعه، احمد طنطاوي عنده معلومه عن اغتيال الرئيس. الراجل ده قعد في لبنان وتم تدريبه. ايمن نور والاخوان، وايمن نور اللي بيتم دعمه من المخابرات الاجنبيه بيدعمه وبيقول بيعترف رسميا اللي هو قابله. وطنطاوي ما اعترفش ولا قابل الاجهزه الامنيه في مصر وقال لهم يا جماعه في واحد متواطئ مع الاجهزه البريطانيه قابلني، وطلع يقول لك ايه. اسمع بس عشان ايه، استنى اكبر لك الشاشه عشان تشوفها. اعمل بس قلب عشان الكلام يبقى بالحب. اسمع. رشح عشان يكون رئيس سابق. الرئيس كده ولا كده هيبقى رئيس سابق؟ يقول لك الرئيس طبعا جاوبت على حكايه ان الرئيس ان الرئيس مش هيترشح عشان يكون رئيس سابق. الرئيس كده ولا كده هيبقى رئيس سابق اصلا. اسمع، باقرب الاجلين يعني لمصلحه الدوله المصريه ولمصلحته الشخصيه. ولمصلحته الشخصيه بيقول لك لمصلحته الشخصيه ان هو يبقى رئيس سابق. ده عنده معلومه عن اغتيال ابو محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده لازم يجب التحقيق معاه. اعمل بس قلب عشان الكلام على كبير. ده يجب التحقيق معاه. انت جبت المعلومه دي منين وعندك ايه؟ ده ما ينفعش يتساب. اصل الاجهزه الامنيه عندنا في مصر طيبه قوي وبالها طويل قوي، ولما بتتعامل مع اليهود بيبقى بالها طويل قوي. فده انتوا سبتوه زياده عن اللزوم. ده لازم يجي كده نقول له يعني ايه الرئيس هيبقى رئيس سابق باحد الاجلين. ايه المعلومه اللي عندك، تمام، اللي خلتك تطلع تقول كده؟ ايه هي الخطه الاغتياليه اللي خلتك تطلع تقول الرئيس هيبقى كده رئيس سابق باحد الاجلين؟ الفيديو ده عشان ده بني ادم لازم يتحقق معاه. والحاجه التانيه عشان تعرفوا مين اللي بيضحك عليكم. خلي بالكم من بلدكم. ونصيحة للأجهزة الأمنية، في مجموعة شباب، تمام،
انتوا شايفينهم على الميديا الايام اللي عدت وشايفينهم بقوة. الشباب دي كلها في ظهر بعض، ولو في طلقة جاية على حد فينا كلنا هنقف عشان ناخد الطلقة دي. مش هنسمح لكم اللي انتوا تاخدوا راحتكم في الكذب على الشعب، والبلد دي مش هتقع طول ما احنا موجودين.